لمن رغب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم بأن الأمة ستصل إلى درجة الهوان والمذلة، تحدث صلى الله عليه وسلم في الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وما تحدث عنه صلى الله عليه وسلم من الهوان والمذلة وقعت فيه أمتنا في هذا العصر الذي نعيشه. أمتنا اليوم أيها الشباب، أيها الطلاب، كما تعرفون جميعا تعيش وضعا مزريا من الهوان والمذلة، فقد أذلنا هؤلاء الحكام، أذلنا هؤلاء المتسلطون على رقاب الأمة الذين أوصلونا إلى هذه الدرجة من الهوان، إلى أن صارت الأسرة الواحدة مختلفة فيما بينها، وصار الشعب الواحد مختلفا فيما بينه، وصارت الدول العربية والإسلامية تختلف لأتفه الأسباب، وعدونا وحدوا أشتات باطلهم ونحن رغم نور الحق أشتات. فالله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، يا طلابنا الأعزاء، أنتم تعلمون أنه لولا هوان الأمة ولولا هذا الاختلاف الذي تعيش فيه اليوم، بل إنني أقول وشد من ذلك، لولا الضوء الأخضر الذي صدر من بعض الدول العربية والإسلامية للرئيس الأرعن الذي يسمى ترامب أيها الواقفون أنتم أيضا معنيون.